قالوا زمان. قالوا زمان إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. عارفين قصة المثل ده إيه؟ كان في راجل عجوز عايش لوحده ومفيش حد بيسليه، فسمع إن ممكن يجيله حد كل يوم يحكي له قصة، يقرأ له كتاب، يقرأ له رواية بمقابل. وفعلا سأل عن الراجل ده وبدأ يجيله كل يوم، وزي ما اتفقوا كل يوم وهو ماشي يديله عملة فضة. النهاردة يقرأ له كتاب، بكرة يقرأ له رواية، بعده يقرأ له قصة، يحكي له حكاية. الراجل العجوز ده جه في يوم من الأيام وزهق من كتر الروايات والحكايات. بعد أسبوع 2 3 قال له لا، انت النهاردة مش هتتكلم خالص، اسكت. قال له ازاي؟ احنا متفقين ان انا هقرأ لك حكاية او قصة وتديني مقابل العملة الفضة اللي باخدها. قال له لا، النهاردة اسكت خالص. وفعلا الراجل سمع كلامه وما اتكلمش. دي اخر اليوم الراجل العجوز اداله عملة ذهب، يعني اضعاف اللي كان بياخده وهو بيتكلم. كان بياخد فضة، لما سكت اداله عملة ذهب. من هنا طلع المثل اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. عارفين المثل ده بيطابق ايه؟ بيطابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كتر الكلام ملوش لازمة. إذا ما كانتش الكلمة تبقى طيبة وتطلع في محلها وفي مكانها يبقى نسكت أحسن. فليقل خيرا أو ليصمت. عارفين كتر الكلام في المواضيع اللي ملهاش لازمة ومواضيع مش مفيدة، كتر الكلام عن الحياة الزوجية وإفشاء الأسرار بيتسبب في حدوث مشاكل كتير قوي، وقليل قوي لما هتلاقي حد بيصلح أو بيقول كلمة طيبة. كتر الكلام بيوصل لمراحل إن احنا ننتقد بعض، إن احنا نهاجم بعض، إن احنا نتنمر على بعض. كتر الكلام أحيانا بيكون سلبي وبيأثر علينا وعلى الأشخاص اللي حوالينا، وده بنقابله في مواقف كتير قوي كل يوم. ممكن تلاقي عربيتين دخلوا في بعض لأي سبب، حادثة عادية، وممكن ينزلوا يتراضوا خلاص والموضوع يخلص. يطلع واحد من النص يقول لا أنا شفت كذا 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 وانت اللي غلطان وانت اللي غلطان. يا عم ما تقول كلمة طيبة، يا عم ما تقول كلمة خير، أو تسكت. الناس خلاص اتراضت والموضوع هيخلص. انت ليه تشعلله تاني من أول وجديد بسبب كلمة انت مش عارف مداها ايه؟ في الآخر استفدنا ايه من المثل ومن المواقف اللي بتقابلنا ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ان احنا فعلا نخلينا في حالنا، ما نقولش غير كلام طيب. لان صدقني من اقرب الاقربين ممكن تحصل مشاكل، من اقرب الناس لينا، من العيلة، من الاصدقاء، من الاخوات. فلتقل خيرا او لتصمت. الحلقة الجاية نتكلم عن مثل او حكمة جديدة. كنت معكم أحمد عبد العزيز. دمتم في امان الله.